السلام عليكم ورحمة الله. عزيز أخنوش مجددا قبل قليل يخرج بتصريح جديد موجه لجميع المغاربة. تعرف معي عن هذه التفاصيل الإخبارية التي وردتنا قبل قليل من الآن. أفادنا من مصادر صحفية هذا الخبر. الحكومة نفت اليوم أن تكون العجول المستوردة من بلدان أجنبية تشكل أي خطر من شأنه أن يهدد السلامة الصحية للمواطنين والمواطنات المغاربة، كما تداول ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، خصوصا على منصة الفيسبوك. الكثير من المغاربة خايفين وبشكل كبير من العجول المستوردة من بلدان أجنبية على سلامتهم الصحية. وشدد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بيتاس على أن مسار الاستيراد في المغرب مضبوط على مستوى المساطر الإدارية وأكد الصحية. وقال المسؤول الحكومي ذاتها أمام وسائل الإعلام اليوم الأربعاء في الندوة التي تلي اجتماع المجلس الحكومي، فبلا شك كلكم كتعرفوا أن اليوم كان اجتماع الحكومي برئاسة عزيز أخنوش. المغرب يقف على هذه الأمور بكثير من الجدية وكثير من الحزم، مضيفا أن نشر الشائعات في موضوع يهم المجتمع بشكل مباشر من شأنه أن يخلق ارتباكا لدى المواطنين والمواطنات. وأبرز المتحدث أن الشواهد التي يصدرها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لأي مستورد كيف ما كان تخضع للمراقبة اللازمة، لافتا أن المكتب لا يكتفي بهذه الوثائق لوحدها فقط، بل أيضا تتم بالموازاة معها إنجاز دراسات وأبحاث دقيقة تشرف عليها المختبرات المغربية ضمانا لتقديم مواد استهلاك سليمة وكتلائم الصحة ديال المواطنين والمواطنات المغاربة.